السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي اللي متابعيني عاملين ايه؟ طبعا معاكم مطبخ أم علي. النهاردة هنعمل لكم أكلة سريعة كلنا بنحبها، من عشاق المكرونة كلنا يعني إن شاء الله. هنعمل النهاردة المكرونة. سلقت معايا كل إلا ربع مكرونة حسب مقدارك اللي انت هتعمليه، وعندي طماطم كده اهو متسبكة جاهزة عندي، وبحب أحط معلقة صلصة. ما عندكيش عادي ممكن تستخدمي طماطم عادي. المقادير بتاعتنا بس هي بصوا زي 3 فصوص توم بيخلوا المكرونة تروح في حتة تانية خالص. طبعا بس كده هنحمرهم اهوت. التوم مش كتير. طبعا يا دوب يصفر كده هنحط الطماطم بس كده. بس كده هنحط معلقة الصلصة، أسرع مكرونة في الدنيا. بس كده ممكن تستغنى عن الصلصة خالص على فكرة. طبعا حاجة كده بتميز المكرونة، واحد مكعب برضه ممكن تستغنى عنه. معايا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، شعرة بهارات بتخلي المكرونة حلوة قوي. بس كده هنسيبهم بس 5 دقايق، هننزل بالمكرونة بتاعتنا. طبعا يا حبايبي اللي عايزه، طبعا المبتدئين عايزين يعرفوا قد ايه طماطم مثلا على كيلو الا ربع مكرونه، نص كيلو مكرونه. طبعا لو نص كيلو مكرونه هتشيلي من نص كيلو طماطم، طماطميتين 3 كده. احنا طبعا عشان كيلو الا ربع عاملين نص كيلو طماطم مع معلقتين صلصه. طبعا قلت لكم لو عايزين تلغوا الصلصه هتلغوها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ايدي نضيفه بنزل بقى كده اهوت. طبعا لازم تقلبي شويه عشان ما تنزليش بالمكرونه كلها وما تعرفيش تقلبيها ببعض، او بقيه المكرونه نجيبها كده بشوشه اهيت برضو اهي زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وهنقلب برضو لحد ما الصلصه كلها تخش في المكرونه. هنوطي عليها قد ايه؟ زي 10 دقايق كده اهوت. ما تنساهاش على نار هاديه خالص. بعد كده نغرف معاكم المكرونه. شايفين المكرونه بتاعتنا عملناها جميله جدا. شايفين؟ قلت بقى اغرف معاكم طبق كده. شايفين المكرونه مفلفله كده وجميله من اول حبايه لاخر حبايه. رايكم في المكرونه بتاعتنا السهله دي؟ جميله جدا. يلا نغرف طبق كده. يا سلام، بصوا المكرونه وجمالها. حكايه حكايه حكايه. واقول لكم ايه، حمري بطاطس، تعملي كفته، تعملي بانيه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، جميله جدا. خلاص. قولوا بقى ايه رايكم في المكرونه الجميله دي؟ شايفين؟ ولا لازقه ولا اي حاجه. قولوا لي بقى رايكم في المكرونه، وطريقتها معاكم حلوه ولا لا، وقولوا لي بقى ايه رايكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.